أجرت قناة إخبارية تركية خاصة حوارا مع سائق السيارة التي أقلت بعض أعضاء فريق الإعدام الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال السائق في الحوار إنه استطاع التعرف على قائد الفريق وهو العقيد ماهر مطرب من الصور التي نشرت بعد الحادثة، وأنه شاهد تحركات غير عادية بمحيط القنصلية بعد دخول جمال خاشقجي إليها. هل لك أن تدلني على من حملت؟ حملت مطرب، هذا هو. حملته هو وشخصين آخرين، وبحسب ما أذكر ذهب 4 آخرون بسيارة القنصلية. كم سيارة كنتم؟ كانت هناك سيارتان خاصتان من القنصلية، وكانت هناك سيارتان من شركتنا. وصلنا للقنصلية وأنزلتهم قبل الاقتراب من الحواجز المعدنية، لأن الحواجز تكون مغلقة بالعادة، لكنهم فتحوا الحواجز المعدنية وسمحوا لي بإدخال سيارتي لمرآب القنصلية المغلق. كانت هناك سيارة واحدة للقنصلية في المرآب. أوقفت سيارتي خلفها، وبعدها جلست أمام باب القنصلية وأعطوني شايا، وتحدثت مع من حولي قليلا. قلت لهم إني أريد الخروج وخرجت. جاءت سيارات أخرى قمت بتنظيم حركتها. كم كانت الساعة؟ في الساعة 10:30 أو 11 على الأكثر. السعوديون الذين معك كانوا في الداخل؟ كانوا في الداخل. بعد انتظاري قال الأمن للخاشقجي بأن ينتظر قليلا، وكان يتحدث مع خطيبته. كنت أسمعهما يتحدثان، وفهمت أنه حديث عهد باللغة التركية، وكان يتحدث بعض الكلمات. كان يمازحها بالتركية، وعندما قيل له من داخل القنصلية أن يدخل ودعها قائلا في أمان الله. تم تفتيش ملابسه ودخل القنصلية. هل ترينا أين أنت في هذه الصورة؟ أنا هنا، وهذا جمال خاشقجي يدخل. جمال خاشقجي يدخل الساعة 1:14. خطيبته كانت بانتظاره أمام السوبر ماركت بالقرب من القنصلية. بعد نحو الساعة تقريبا رأيت تحركات مفاجئة. رأيت 3 سيارات تخرج وتجتاز الحواجز المعدنية. أي سيارة هذه؟ سيارات القنصلية تحمل أرقاما دبلوماسية. 2 من السيارات كانت صالون، وإحداها كانت ميني فان، أي باص ركاب صغير. أمعنت النظر في الميني فان لكي أعرف إن كان الأشخاص الذين جاءوا معي على متنها، كي لا أنتظر دون طائل. ورغم إمعاني النظر داخله فإني لم أرى شيئا. كان زجاج الباص معتما جدا. لم أرى شيئا رغم محاولاتي. السائق التركي أضاف أنه لاحظ أن المواطنين السعوديين كانوا ينهون معاملاتهم في القنصلية خلال نصف ساعة على الأكثر، فيما لم يخرج جمال خاشقجي من القنصلية، وتم منع دخول المواطنين السعوديين للقنصلية بعد دخول خاشقجي إليها. وأضاف السائق في اللقاء أن السعوديين الذين كانوا على متن سيارته كانوا مرحين بعد مقتل خاشقجي، وأنهم كانوا يدخنون السجائر ويتناولون المشروبات الكحولية. في 20 دقيقة أو نصف ساعة على الأكثر، لكن خاشقجي دخل ولم يعد. كما ولاحظت أن سعوديين آخرين جاءوا للقنصلية لإنجاز معاملاتهم. عندها قال أمن القنصلية لهم إن تفتيشا يجري في الداخل، وإنه من غير الممكن السماح لهم بالدخول، وقيل لهم أن يأتوا غدا في اليوم التالي. بعد دخول خاشقجي بنحو ساعتين، يعني بجوار 4، قيل لنا إن علينا أن نأخذ الضيوف السعوديين من الفندق. ذهبت للفندق وكنا 3 سيارات. رأيت 4 أشخاص في باب الفندق، كانوا مختلفين عن الأشخاص الذين أخذتهم فجر اليوم. سألتهم هل أنتم من مجموعتنا؟ قالوا لي إنهم من مجموعتنا، وطلبوا مني سيارتين وسيارة ثالثة من أجل الحقائب، وأن نتوجه إلى المطار. ركب 4 أشخاص لسيارتي. في الطريق قال لي ال4 إنهم جوعى، وسألوني عن مكان يأكلون فيه. أخذتهم لمكان شاورما وجلست معهم. كانوا مرحين جدا، وفي السيارة تناولوا الخمر ودخنوا السجائر. كانوا قد أخذوا قوارير الخمر الصغيرة التي توفرها الفنادق في براداتها. كانوا يحتسون الخمر طوال الطريق، وكنت معهم أثناء تناولهم الطعام. أخذتهم لبوابة مديرية شؤون الطيران، وبعد 10 دقائق جاء مطرب على متن سيارة القنصلية. توجهوا للطائرة وانتهى الموضوع، ورجعت قافلا.